بسم الله. اليوم راح نعطيكم كيما طلبتوا مني بزاف المشتركات طلبوا مني نوريهم طريقه تحضير طورطه في المنزل. عطيت لكم طريقه سهله، يعني هذه اول حصه في تحضير لي طارت عطيتها للمبتدئات، وان شاء الله نعطيكم صوالح بزاف تعرفوا عليها منا وجاي. انا حضرت هذه يعني كنت درتها على 3 طبقات، وحضرت هذه كنت درتها على 4 طبقات، يعني تجي عريضه في السمك. يعني درت تزيين جد بسيط، وخليت لكم يعني حساب رغبتكم حساب اختياركم. انا راح هنا نوريكم التفاصيل يعني تاع تحضير هاد الطورطتين. ان شاء الله تبقاو تتبعوا الفيديو الاخير. نمر مباشره لطريقه التحضير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم ان شاء الله راح نعطيكم طريقة تحضير طورطة صغيرة كما كنتوا طلبتوا مني في لي كومونتير. رايحه الجينواز راني عطيتها لكم قبل. رايحه نعطيكم هنا اول حاجه نبداو بها نخدموها هي السيرو. نديرو هنا اللي نشربوا به لي طارت. هنا ندير نص كاس تاع السكر، ندير له كاس تاع ماء، ندير له عطر تاع ليمون، يعني الكميه اللي حبيتو. هنا لاغوم اللي كانت عندك هنا، ونخلطهم مليح حتى يذوبوا. هنا يعني هاد العمليه تاع السيرو نديروها قبل، انا نخليه بجهه وروح نبدا معكم يعني في الطرق الاساسيه لتحضير هذه الطورطه. هنا نحتاجو الجينواز اللي كنت وريتها لكم قبل، نحتاج يعني وحده، ونحتاج مول كي من هذا اللي راح نقطع به وراح نخدم فيه لاطاخ تاعي، ونحتاج البافي هذا راه يتباع. اذا ما كانش متوفر عندك ديري في بلا عندك في الدار ولا اللي كانت متوفر عندك. هنا نروحوا لطريقه التقطيع. هنا انا نبغي نديرها هاك، ما نديرهاش اطاخ تطيب في المول مباشره، نبغيها طبقات تكون رقيقه. يعني انا نقطع على 3 طبقات بهذه الطريقه. هنا اللي بغاها على 4 طبقات يعني مش مشكله. لي شيت اللي راح يبقاو راح نديرهم احنا على 4 بهذا الشكل. نخرجوهم احنا هادو كاملين. واذا حبينا نزيدو يعني طبقه بهذو، دوك نوريكم حنا كيفاش نركبوا هاد لي شيت عندنا. هنا انا نحط المول تاعي فوق البافي. هنا كانت عندي كريمه الشونتي، عطيت لكم الطريقه كيفاش تخلطوها. ديروا كاس تاع شونتي مع كاس تاع ماء بارد. انا هنا درت كميه تاع شونتي هنا في البافي عندي. نروح نحط القطعه الاولى اللي كنت خدمتها، نرش الماء. هنا كان الجينواز تاعك خدمتيه في نفس اليوم يعني ما ترشيهش بزاف. انا هنا خدمتها غير قبيله. الا كان عندك يعني كنتي موجداته بليله قبل رشيه عادي. هنا نديرو كميه فقط تاع كريمه، هنا حساب رغبه كل شخص الكريمه. كاين اللي يبغي كريمه بزاف، كاين اللي ما يبغيهاش بزاف. هنا خدمي غير بالملعقه اللي عندك، يعني ما تحتاجيش ادوات يعني تاع الحلواني باش تخدمي اطاخت. هنا نديرو هذه لي شيت اللي قلت لكم عليهم. اذا كنتو حابينها 4 طبقات هنا نخدموا هادو لي شيت وراح يبقى منهم. ديروهم امباسادور من بعدها للاطفال يعني يجوا رائعين. هنا نخدم بهذه الطريقه. يعني هنا لازم لاطاخت يعني لازم يجوا فيها لي شيت. ماناش رايحين نرموا هاد لي شيت. تزيدي يعني بهم طبقه احسن، يعني تستغليهم احسن ما ترميهم. وما حتى هذوك الصغار لي شيت اللي بقاو لك تنجمي ديري بهم امباسادور كما سبقت وقلت. هنا نروح نزيد نرش هذه الطبقه. هنا لاغوم كيما حبيتو. بغيتو ديرو كوكتيل، كان عندك فراز وسيترون ديريهم مع بعضهم كان يعطوك مزيج مليح. هنا نزيدو طبقه تاع كريمه.
لان هنا حتى كي نديرو لي شيت كي راح نقطعوا لاطاغ مش راح يبانوا بلي خدمتيها بلي شيت عادي. يعني هنا حتى الكريمه تاع الشونتي يعني خير نوعيه تكون مليحه. انا نديرو طبقه، نزيد عندي طبقه اخرى يعني ونخدم بهذه الطريقه. لازم هنا نضغط بين طبقه وطبقه، نضغط باش يعني نعطي لهم نفس السمك والحجم. نعاود هنا نرش بنفس الطريقه. يعني هنا راح نديرها على 4 طبقات، وانتم عندكم الاختيار. هنا نزيد طبقه تاع شونتي، نزيد طبقه يعني الاخيره اللي بقات لي تاع الجينواز. هنا قادره تزيدي تكبريها، هنا ديري الشكل اللي بغيتي انتي، قادره تزيدي تكبريها. اللي ما عندهاش المول هذا عادي تقسم الجينواز هذه كيما اني قسمتها انا، تقسمها عادي مستطيلات ولا مربعات، يعني الشكل اللي كتباغياته، وتخدمي عادي. تخدمي ديري غير طبقات تاع الكريمه وتخدمي. هنا نزيد انا هذه الاخيره، هنا نقلعو هاد لي شيت اللي عندنا منهم. نزيد الطبقه الاخيره. في الطبقه الاخيره مش راح مازال ما نبلهاش، هنا رايحه نخرج المول تاعي. نضغط هنا في الوسط يعني باش نشد الطبقات ونخرج المول باش نعاود نخدم لاطاغ تاعي نكملها. هنا شوفوا كيفاش الشكل تاعها. هنا نزيد نرش الطبقه العلويه. هنا نخدم نجيب سباتول، هنا نحط كميه تاع كريمه ونخدم بلا سباتول. اللي ما عندهاش تخدم غير بظهر الملعقه، ولا انهم لي سباتول راه متوفرين يعني باسعار في متناول الجميع. ماش راح تخدمي بها غير لاطاغ، يعني حتى الجينواز باش تبلاطيه عندك تحتاجي فيه لا سباتول. هنا كي نخدموا منها في الاعلى نروحوا نديروا الكريمه هنا في الحواف، نخدموها يعني غير بالعقل. لازم حنا شغل هنا عندنا كريمه الشانتي هذه شغل هنا ندسوا بها العيوب تاع هذا البسكوي ولا الجينواز عندنا، يعني هي اللي تخدم لنا لاطاغ. انا نخدم بهذا الشكل، لازم نغطي مليح. بسم الله. هنا بعد ما خدمت الحواف تاع لاطاغ ندخل منا هادو اللي نطلعوا لي على جانب، يعني نجبد بهذه الطريقه ونروح نمسح في البلاصه اللي راني دايره فيها الكريمه. يعني هنا باش دوك نبدا نقلع في الكريمه الزائده. هنا لازم نساوي السطح مليح والحواف مليح باش نعطيها الشكل النهائي اللي راح ندير فوقه السوبر كريم، يعني حتعطيني منظر يكون مليح. المهم هنا كي نولو نمشو في لاسباتول لازم ننظفوها من الكريمه باش تمشي لنا مليح. بهذه الطريقه، يعني طريقه سهله. انا هنا عندي هذه رايحه نخدم بها لاطاغ من الحواف، يعني تعطيني شكل شباب. هنا بهذه الطريقه يعني ونعاود نمرر عليها. هنا بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا. انا نروح هنا عندي سوبر كريم حمراء راها متواجده يعني في علب صغيره، رايحه نزين بها، تلقاوها يعني في المحلات. هنا التزيين حسب الرغبه. اللي ما عندهاش سوبر كريم تكتفي بالشونتي تعمرها في بوش، دير لي غصاص في الحواف تاع لاطاغ وتزين يعني بلي فروي واش كان متوفر عندك.
انا راح ندير لكم حلقه يعني خاصه بتقطيع الفواكه فقط، طريقه سهله يعني ماهيش راح تعذبكم. هنا انا نخدم بهذه الطريقه. هنا سوبر كريم شفتوها ثقيله عندكم كي تشروها، روحوا ضيفوا لها شويه تاع ماء وخلطوها مليح. انا راح ندير هذا التزيين فقط، يعني تزيين سهل وبسيط، يعني قادره اي وحده تخدمه، مانيش باغا نصعب عليكم. ومن بعد نعطيكم ان شاء الله انواع بزاف في التزيين تاع لي طاغت. هنا نخليه يعني يسيل من الحواف هذه بهذا الشكل يعني. هنا ونخبط الطرطه تاعي بهذا الشكل. هنا نظن انا راها واضحه لكم. نروح نزينها انا تزيين بسيط. هنا كذلك راني دايره سوبر كريم بيضاء. هنا من الاحسن تكتبوا بها، يعني هي تكون ليجي على الشوكولا بيضاء، تخدم لك يعني مليح. هنا ندير غير تزيين بسيط انا هنايا. تقدري هنا تكتبي فيها واش بغيتي، الا كانت مناسبه سعيده عندك عيد ميلاد ولا عيد زواج. انا راح نوريكم كيفاش تكتبوا. هنا تحكمي في البوش بهذه الطريقه، نخوو منه الهواء وتلويه للاصبع تاعك وتبداي تكتبي، يعني باه ما يغبنكش تدوريه يعني تكتبي. انا هنا ندير عيد ميلاد سعيد. سعيد امي الحبيبه. هي ماهوش عيد ميلادها، نهدي لها هذه الطرطه اللي راني طلعتها لكم اليوم في اليوتيوب، نهديها لامي العزيزه الغاليه. عيد ميلاد سعيد امي. هنا نكون انا كملت بهذه الطريقه، يعني نقي البافي تاعي وندير لها شويه تاع بريون. الا كان عندك ورد متوفر ديري لها ورده. انا دوك نمسحها ونكملها ونوريكم الشكل النهائي تاعها. روح هنا نرجع معكم بعد ما كملت. هنا هذا لاطاخت عندي درت لها شويه تاع بريون، يعني درت تزيين بسيط يعني يكون في متناول الجميع. هنا شوفوا الشكل تاعها، يعني حتى بهذا الشكل تجي مليحه. هنا درت هذه كذلك تقريبا نفس هذه، صغيره على هذه وما طلعتهاش، يعني هذه درتها غير بثلاثه. ان شاء الله يعجبوكم هذا الديكوراسيون. عطيتكم حاجه يعني للمبتدئات، ومن بعد راح نعطيكم ان شاء الله منا وجاي صوالح شابين باش تزينوا بهم وطرق يعني مليحه في التزيين. نتمنى انها عجبتكم هذا يعني الحصه، من اول حصه يعني من تعليم لي طاغت. ان شاء الله زيدوا بعثوا لي واش خاصكم في لي طاغت، راح نطلع لكم. نتمنى يعجبوكم وتجربوهم. الى حصه اخرى ولا الى وصفه اخرى. الى اللقاء.